السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. الترند الجديد ل2024 طاقية السلطان. آه سعرها وصل ل1150 جنيه الصينية كلها. أما السلايز الواحدة أو القطعة الواحدة منها ب 165 جنيه. تعالوا نشوف بتتعمل ازاي وتستاهل السعر ده ولا لأ. أول حاجة طبقات الجلاش. هندهن صينية بسمنة طبيعي. طبعا يعني زي ما قلت لكم سعرها في الاول، فاحنا عاوزين نستخدم خامات عاليه جدا كلها بقى في البيت، ونشوف في الاخر هتكلفنا كام. حطيت رق من الجلاش في وسط الصينيه، وبعد كده الاربع رقات التانيين هحطهم على 4 جهات وهطرفهم خالص زي ما انتم شايفين. يعني بحط طرف الراق في قاع الصينيه وباقي الراق بره الصينيه كده، علشان بعد كده هقفله. وما بين كل رق والتاني بدهن الصينية بسمنة طبيعي 100%. ومع ذلك برضو مش هتكلفنا السعر ده أبدا. آه وكمان سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها. حطيت الورقات بالشكل ده، وكل واحدة في اتجاه، يعني على 4 جهات. وقاع الصينية زي ما انتوا شفتوا مغلفينه بورقة من ورقات الجلاش. تمام كده. بعد كده هقفل بقى الاربع اتجاهات دول، وكل ما بقفل جهة بدهنها بالسمنة برضو، بالسمنة او بالزبدة، بس انا مستخدمة سمنة طبيعي. تمام. وبعدين بعد ما بنغلفها كده كويس، يا اما يكون عندنا صينيتين نفس المقاس علشان هنعمل رقين من الجلاش، او ديسكين من الجلاش، يا اما هوريكم ازاي انا عملتهم في صينيتين مقاساتهم مختلفة، بس في نفس الوقت ظبطت انه يكونوا نفس المقاس. انا هشتغل في الصينيه دي، فهقلب بصوا الوش بقى الاخراني، اخر وش من ورقات الجلاش. هحاول اظبط شكله كده وادخله كويس جوه الصينيه علشان يديني شكل حلو. بعد كده لما نيجي نقلب الصينيه بتاعتنا او الديسك بتاعنا، ويبقى مظبوط ومتساوي قدر الامكان، زي ما بنعمل برضو صينيه الجلاش بالكريمه. تمام كده. نراعي طبعا ان ورق الجلاش بتاعنا يكون ملفوف بفوطة طول ما احنا بنشتغل فيه. مش عايزين ورق الجلاش ينشف، علشان ما لو نشف ما بيكونش سلس في طيه وتانيه وفرده بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وبيبوظ خالص معانا. انا كمان خدت ورقة تانية واكدت بيها وش صينية الجلاش بتاعتي. جبت بقى صينية تانية وقلبت فيها الرقات اللي انا عملتها دي، وكمان هغطي الراق الاخراني ده بورقة كمان من الجلاش. تمام كده. فانا كده عملت صينية نفس مقاس الصينية اللي انا هشتغل فيها. هرجع بقى اعمل نفس الخطوات دي في الصينية الاولانية، وبعدين ادخلهم الفرن على درجة حرارة 180. ولما يطلعوا من الفرن اسيبهم يهدوا شوية، وبعدين اسقيهم بشربات بارد وتقيل، علشان ما يعني ما يسكرش قوي. بعد كده هعمل الكريمة، هسيبهم على جنب يبردوا تماما. الكريمة بتاعتي عبارة عن 4 صفار بيض، 4 من أصفر البيض، شايلين البياض خالص وعايزين الأصفر بيض بس. وهنحط عليهم رشة من الفانيليا وكوباية من اللبن ومعلقة كبيرة مليانة من الجيلاتين. وهقلب اللبن بتاعي سخن بيغلي علشان يبستر الصفار ويديله صدمة كده، وبعدين اقلب شوية على البارد، او مش على البارد يعني على الرخامة، وبعدين ارجع ارفعه على البوتاجاز، اقلب فيه لحد ما القوام بتاع الكريمة بتاعتي يتقل وياخد قوام يعني اقرب ما يكون للكريمة يعني. هتشوفوا معايا الكريمة دلوقتي ده بعد ما بردت، شايفين شكلها بقى عامل ازاي. جبت بقى كوباية من الحليب، وحطيت عليها كوباية من الكريم شانتيه البودر، وبعدين ضربتهم كويس لحد ما القوام بتاعهم بقى زي ما انتم شايفين قدامكم كده. الكريمة بقت هشة وجميلة، او استخدموا كريمة لباني. وبعدين ضفت الموس اللي احنا عملناه على الكريم شانتيه، وبضربهم كويس قوي مع بعض، الجيلاتين مع صفار البيض مع اللبن مع الكريم شانتيه. دول عاملين لي موس تحفة. هقسم الموس بتاعي بالنص، النص منه هاخده احط عليه زبدة البيستاشيو.
او زبدة الفستق، وهقلبها كويس قوي مع النص اللي انا قسمت بيه لحد ما الكريمة او الموس بتاعي يكون موس بيستاشيو. اما الموس التاني هيفضل موس فانيليا زي ما هو. هي بتبقى طاقية السلطان بتكون عبارة عن رقات من الجلاش، وفي الوسط كده طبقة من بصوا انا هستخدم صينية التشيز كيك علشان مفيش حاجة تقع مني وانا بشتغل. هحط الاول طبقة كريمة البيستاشيو على اول رق من رقات الجلاش، وبعد كده هي مش كريمة كمان، هي موس بيستاشيو. وبعد كده هحط الرق التاني من الجلاش بتاعنا مستوي سوا مظبوط، قرمشته جميلة، كل الورقات مورقة كويس قوي لان احنا دهناها بالزبدة كويس، وما كترناش برضو في الورقات. بعد كده هنحط موس الفانيليا وهندخلهم التلاجة يعني حوالي ساعتين. يعني لو احنا مستعجلين كده حوالي زي ما انا كنت مستعجلة حوالي ساعتين بس. وبعد كده نطلعهم نحط عليهم زبدة اللوتس على الوش بتاعها، زبدة لوتس. فهي بصراحة غنية جدا، موس بيستاشيو، موس فانيليا، زبدة لوتس على الوش، طبقات من الجلاش. وعلى فكرة العسل بتاعها مظبوط جدا، مش تقيلة اطلاقا. كمان القرمشة بتاعتها حلوة جدا، اكيد سامعين معايا صوت القرمشة، حلوة حلوة حلاوة ملهاش حل. هنقطعها على 8 اجزاء علشان هي بتتباع متقطعة كده، تورتايه متقطعة او سلايس، كل قطعة منها بتتغلف بالفستق من على كل الجهات او بالفستق المجروش يعني. هحطها بقى هغلفها كده وحدايه بوحدايه زي ما انتم شايفين، بطلعها على الشياله واغلفها بالفستق، وبعدين احطها في طبق التقديم. تقدروا بقى كده تعملوا نفس الوصفه كده وتاخدوها معاكم لاي عزومه، هتكون مشرفه جدا. او تقدموها لو عندكم انتوا عزومه، او تقدموها للبيت، هتفرحوهم جدا وتحسوهم انهم كلوا حاجه غاليه جدا وعمايل ايدينا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اكتبوا لي رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو اول مره بتشوفونا ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. يا رب تكون عجبتكم، وقولوا لي بقى انتوا لما تجربوها تستاهل السعر ده ولا لا. هي طعمها حلو جدا، موس الفانيليا وموس البيستاشيو اكتر من رائع، طعمهم حكايه فعلا. كمان الجلاش مع اللوتس، انا من عشاق اللوتس جدا، فاي حاجه فيها لوتس بكون يعني بحبها قوي. بس ميكس بقى اللوتس مع موس الفانيليا وموس البيستاشيو اكتر من رائع. يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.